أنا هدفي دايمًا معاك إنك تكون عارف المشكلة، وعارف إزاي المشكلة دي بتحصل، وطريقة علاج أو حل المشكلة دي بكل بساطة ومن غير لف ودوران كتير. النهارده هنتكلم عن العربيات اللي لمّا حضرتك بتيجي تدخل بيها في زحمة أو في إشارة أو مستني حد أيًا كان، تلاقي العربية بطّلت منك، أو العكس صحيح، تلاقي طول ما أنت واقف بالعربية أو مهدّي أو في زحمة أو أيًا كان، تلاقي مؤشر الRPM عالي أوي. يعني حاجة من 2، يا إما المحرك صوته عالي أوي والRPM معلّق على 2 أو 3 ومش عايز ينزل، يا إما إن مؤشر الRPM بينزل أوي، أوي وبيسقط لحد ما العربية تقوم مبطّلة. هنا في الحالتين دول عشان تبقى أنت فاهم بس، ومن غير ما تقعد بقى فتي كتير وميكانيكي يفتي لك ويقول لك هنغيّر وهنعمل، دي مشكلة هوا. هوا يا إما هوا زيادة يا إما هوا قليل. هوا زيادة بيدخل للمحرك، فالمحرك مش محتاج الهوا ده في الحالة اللي أنت واقف فيها كحالة السلانسيه، فالRPM عالي أوي، وطبعًا هنا بيحصل استهلاك بنزين بشراهة شديدة جدًا. يا إما العكس في العربيات اللي بتبطّل أول ما بتهدّي بيها، هنا الهوا كميته قليلة، فالمحرك ما هوش عارف يشتغل، الخليط مش عارف يحصل بشكل مضبوط، فالعربية بتقوم مبطّلة منك أو المحرك بيبطّل منك. سواء هنا أو سواء هنا، العيب في قطعة اسمها الthrottle body أو بوابة الهوا. القطعة اللي أنا ماسكها في إيديّا دي عشان تكون فاهم بس قبل ما أشرح لك القطعة دي، لإن هي دي السبب في المشكلة اللي أنا هاكلمك فيها، ودي الجزء الأول من السبب. في جزء تاني معايا هاوريه لك دلوقتي. القطعة دي راكبة في بوابة اسمها بوابة هوا العادة، وزي ما قُلت لك قبل ما هنشرح بس، أنت عندك نوعين 2 من بوابات الهوا ما لهمش تالت، يا إما بوابة هوا عادة، يا إما بوابة هوا كهربا. الidle valve بيركب في بوابة الهوا العادة. هي دي القطعة المسؤولة عن تنظيم دخول الهواء للمحرك في بوابة الهواء العادة، هي دي اللي بتنظم دخول الهواء. في القطعة دي الفالف ده أو البلف ده، والمناسبة ده مش حساس، البلف ده لو معلق سواء في وضعية الفتح أو الإغلاق اللي هو الجزء البسبوس ده، لو فاتح دايما أو قافل دايما، هنا الهواء يا إما يبقى زيادة قوي يا إما يبقى قليل قوي. فهنا العربية يا إما تبقى صوتها عالي قوي طول ما هي واقفة أو بتبطل من حضرتك. الحل فين؟ الفالف ده يخرج بره يتنضف ويتغسل كويس جدا من السلادجز او الترسبات اللي بتبقى موجوده جواه، ويرجع يركب تاني، وما تنضفوش وهو راكب في البوابه، لانه هيبوظ وهيتلف وهتضطر غصب عنك انك تغيره لو اتنضف وهو راكب في البوابه، لانه بيحوش جواه كل الترسبات، ما بتعرفش تخرج من قلبه الترسبات زي ما انا ماسكه في ايديا كده. فمن فضلك اذا عندك ايدل فالف في بوابه هواء عاده في المحرك بتاعك، خرجه، نضفه واغسله وارجع ركبه تاني. طيب، النوع التاني بقى من بوابات الهواء اللي انا قلت لك عليه، اللي هي بوابه الهواء الكهرباء اللي بيبقى فيها شريحه. هم دمجوا القطعه دي في الشريحه دي خلاص، استبدلوا بقى وجود قطعه زي الايدل فالف، حطوها في شريحه كهرباء. نتكلم بقى عن البوابه الكهرباء وهو ده كلامنا المهم. لو عربيتك فيها بوابه هواء كهرباء وعندك مشكله من المشكلتين دول، هنا انت عندك مشكله في الاغلب يعني 70 80% ان انت في عندك ترسبات على الفلاب بتاع البوابه اللي هو جسم البوابه الداخلي. بص، اللي هو الجزء ده، الجزء اللي جوه ده لو انت شايفه اهو معايا، الجزء ده اللي انا حاطط صابعي عليه من جوه ده، في عندك ترسبات. الترسبات دي بتخلي جسم البوابه او زاويه الفلاب ما بتفتحش وتقفل مرتاحه. بنقوم احنا نعمل ايه بقى؟ بنخرج البوابه بره. ركز في الكلام، بنخرج البوابه بره، ما بننضفهاش وهي راكبه في مكانها. ولما بنخرج البوابه بره وبنيجي ننضفها، اهم حته لازم تنضف فيها البوابه الكهرباء هي القطعه اللي البوابه بتقفل عليها، اللي هي الداير ده. الداير ده ما يهمنيش انا، الجزء اللي بره ده ما يهمنيش ولا يهمني ده، انا يهمني القطعه او الداير. بص بص البوابه بتقفل على ايه، بص 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 بص، هتقفل اهي 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 اهي، قفلت اهي، عملت خط فوق وخط تحت، هلاله فوق وهلاله تحت. هي القطعه دي لازم تنضف فوق كويس جدا وتحت كويس جدا، لانك لو ما نضفتش الجزئين دول مش هتعرف تكود البوابه. ما انا نسيت اقول لك، ما هي البوابه الكهرباء بعد ما بتخرج وبتتنضف لازم تتكود. ركز في الكلام، لو ما نضفتش الجزئين اللي انا قلت لك عليهم دول مش هتعرف تكود البوابه، وهتدخل في افلام دي البوابه باظت، دي البوابه عايزين نغيرها، لا طب تعالى نشوف البوجيهات، لا طب تعالى نشوف مش عارف ايه. انا جات لي حالات من دي كتير، بافتح البوابه الاقي الفلاب عليها ترسبات زي ما هي، تلاقي الجسم ده او الجزء ده زي الفل ونضيف، وافتح البوابه ابص على الجزء اللي انا قلت لك عليه من جوه ده، الاقيه عليه لسه كربون زي ما هو. بعد ما تخلص بوابتك عشان تفهم ازاي البوابه دي اتنضفت فعلا صح او لا، بص على البوابه كده في الشمس كده، على الفتحه اللي هي كده،
لو لقيت ضوء الشمس بيعدي من البوابة كده البوابة اتنضفت صح وتقدر تكودها. ومهم جدا عملية التكويد، انك لما عندك بوابة كهرباء وهتخرج تتنضف مهم جدا تعمل لها كودينج او ما يسمى بالثروتل ليرنينج، عشان ترجع البوابة بتاعتك للقيم بتاعتها الستاندرد، ويبقى احنا كده زي الفل ومشكلتك انتهت. وبس على كده، اتمنى ما اكونش طولت عليك، ولو ليك سؤال في اللي انا اتكلمت فيه ده سيبهولي وانا ان شاء الله هرد عليك. سلام عليكم.